مرحبا، كيفكم؟ welcome to my channel. هيدا فيديو جديد. بفيديو اليوم يا جماعة نحنا بدنا مو نحنا بس أنا راح أشرح لكم ليش أنا عطول كذا عم بحكي سوري رغم أني تونسية، وليش كذا وليش في كثير شغلات من التحديثات أنا ما كانت عندي منها. أنا ليش هلأ ماني كثير برو لما أني دخلت تحديث الجرافيتي الأولاني المفروض أن يكون كثير برو. رح أشرح لكم هذول السببين بهيدا الفيديو. قبل لا نبدأ هذا الفيديو اليوم لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، وخلونا نبلش. أول شي بدي أشرح لكم أنا ليش عم بحكي تونسي. أوكي ما بحكي تونسي. اللغة التونسية في ناس ما عم يفهمونها. أوكي إنه إشي كثير صعب عن جد، كذا تحسونها كثير صعبة. أوكي مثلا أنا رح أعطيكم كلمة هيدا بالتونسي. أوكي أنتوا من المغرب أو من الجزائر رح تفهمونها لأنه إشي طبيعي تعرفونها لأنه موجودة في لهجتكم، بس أنا لا. بس الناس الثانيين لا، مثلا كذا يكونوا مصريين أو سوريين أو عراقيين أو مدري من مختلف اللي عم يشاهدونني. اوكي مثلا كذا سفنيريا إشي هاي كلمة. اوكي انتوا اللي تتكلموني اللي من المغرب ومن الجزائر، اوكي لا تتكلمون بليز. اوكي انتوا ما عرفتون. anyway اللي عرفها وهو من بلد تاني يكتب بالتعليقات، انا رح اورجيكم ايش هي. اوكي لك هذه هي. مثل ما قلت لكم ايش كثير صعب. انا بدي قناتي كذا تشتهر مو بس عند تونس، انه تونس هذه لعبة مش مشهورة ابدا عندها، مشهورة عندها روبلوكس بس بيكيكزي ابدا مش مشهورة عند تونس، فلهيك انا عم بحكي كذا. لو كانت لعبة ثانية زي فري فاير او اشي مشهور بتونس طبعا كنت حكيت كذا، بس هذه لعبة مش تونسية. مين بده يشاهدني مثلا؟ ها مين؟ ما في غير 5% من الناس اللي محملين بيكيكزي من تونس. شو أنا بدي أشتغل عشان هذول بس، عشان بس 5%. شو هي 5%؟ شو رح سوي له؟ anyway عشان كذا أنا عم بحكي لأنه هاي اللغة السورية كثير سهلة. مثلا جزر الكل بيعرفها لأنه هي كثير قريبة على اللغة العربية، وأنا كان فيني إني أحكي باللغة العربية بس كذا ما حبيت. أنا وكيفي ليش عم تسألوني؟ أنا وكيفي بدي أحكي بهذه اللغة، فيني أحكي بأي لهجة ثانية بس أنا حبيت هذه لأنها كثير سهلة. فيني أحكي بالعربي بس ما بدي، لأن أحس العربي تبع أطفال. تبع أطفال، عشان كذا أنا عم بحكي سوري بدل ما أحكي تونسي. أوكي السبب الثاني، أوكي أنا رح أشرح لكم سبب هذا إشي كثير مهم إنني أشرح لكم إياه. أنتوا كلياتكم لازم تعرفونه، رح تعرفونه عاجلا أم آجلا. أوكي في فترة أنا لما ما كنت بنزل بيكيكزي في الموبايل تبعتي لأنه كان مكسور ومسكين وفي حالة لا يرثى لها، وما كان كذا يبغى إنه يشتغل أبدا. لما أنزل بيكيكزي ما بيبغى إنه يشتغل فيها، فعشان كذا أنا بفترات كنت أوكي عشان كذا يا جماعة أنا بفترات كنت ما بلعب فيه، بس لما أروح لبيت خالي كنت عم بلعب بالتابلت تبعيتهم وبس كذا، ألعب مرة في الأسبوع. وهذا الشي خلاني إني أصير نصف غنية. تخيلوا لو ما كان هذا الشي أو ماي جاد كنت صرت غنية ويت 7 أضعاف الغنى اللي أنا غنيته. فهمتوا؟ بس اوكي شو نسوي، الظروف. وبعدين صرت ما ابغى اني اروح عندهم لانني احس انهم بينزعجون لما بكون انا هونيك، ف سحبت على بيكيكزي كذا شي اشهر، وبعدين رجعت نزلتها بموبايل امي. اوكي رجعت نزلتها في تحديث الكريسماس. رجعت نزلتها في تحديث الكريسماس. بس يا جماعة انتوا لازم تعرفون هذا الشي، انا بيكيكزي ما بعرف كيف سوت خلت انه في كذا يجي زي مدري كذا يقولوا للموبايل انه انت لازم تحذف اشياء معينة عشان انه في فيروس مدري وكذا. وانا جد قلبي صار عم يدق اقول يا رب اطلع بيكيكزي، يا رب اطلع بيكيكزي، يا رب اطلع بيكيكزي، بس احذروا شو طلعت بيكيكزي. بعدين سحبت عليها شهرين انه
كذا محيتها غصبا عني، وبعدين رجعت نزلتها في تحديث الإسترباني، ومن وقتها رجعت عم بلعب فيها عادي وطبيعي. بس أنا كنت عم فكر وأقول لحالي أنا ليش يعني ما كنت منزلت بيكيكس دي، لأنه هل فعلا بيكيكس دي لعبة فيها فيروس؟ لأنه ما كنت عم تقدر تشتغل في موبايلي، وكمان سوت فيروسز لموبايل أمي، فليش كذا؟ ليش تسوي كذا بيكيكس دي؟ بس بعدين سألت نفسي وقلت اوكي ترى ما هي اللعبة فيها فايروس، ليش 100 مليون شخص منزلها، ها ليش ما يحذفونها؟ بس بعدين طلبت من امي انها تمنح بيكيكس دي اخر فرصة. الحمد لله امي منحت بيكيكس دي اخر فرصة عشانها، ومثل ما كنا شايفين من هذاك الوقت لهلا وانا عم بلعبها. اوكي ويت anyway لا تعبرون، هذا قصة أهمية. اوكي وبس كذا كانت طريقتي من وقت يعني من تحديث الإسترباني، يعني ما كانت في الإسترباني الأساسي، كانت في أواخر الإسترباني. فهمت كيف يعني في آخر الإسترباني ما أعطاني فرصة إني أسوي أي شيء، ما عاد إني أخذ كل الصناديق السرية وأشتري فيها شغلات ومدري. وبس كذا كانت حياتي مع بيكس دي. وبعدين قلت لنفسي شو لو سوت اشي ثاني هذيك اللعبة، شو لو جابت فيروس مرة ثانية؟ فعشان اني ما تنزل، عشان انا كنت متأكدة 100% ان بيكس دي مش هي المشكلة اللي خلت انه يجي فيروسز. اصلا ما كانوا فيروسز عن جد، كانت مجرد انه كذا المكان مليان بس كذا. فعشان اني اخليها غصبا عن امي فتحت هذه القناة. بس لا تفهموني غلط، يعني فتحت كذا قناة عشان بس بيكيكس دي، لا، فتحت قناتي عشان اصير كذا مشهورة ويصير الناس يعرفونني كذا. ومن جد كثير كنت متمنية عن جد اني احصل على الدرع الفضي والدرع الذهبي، ومن زمان ترى من لما نزلت التسجيل اول مرة كنت ابغى افتح قناة، بس كنت ابغى استنى لأيمتى بده يصير عندي موبايلي لحالي. بس بعدين مليت من الانتظار واكتشفت مثل ما قلت لكم هذيك الطريقة انني اقدر انقل الحساب تبع جيميل لحساب ثاني، لموبايل ثاني، وتصير نفس القناة فيها يعني. وقتها ندمت وقلت لنفسي او ماي جاد قديش اني غبية، كنت اقدر افتح القناة منذ 50 مليار 20 مليار تريليون سنة. مدري ليه ما قررت. اوكي this is my friend anyway. بس كذا بكون شرحت لكم ويتت. خليني اشوف اوكي هذه منها صديقتي في يوتيوب anyway. وبس كذا بكون شرحت لكم عن 3 أسباب بدل ما إني أكون بالبداية. أوكي فشرحت لكم 3 أسباب. السبب الأولاني ليش عم بحكي سوري بدل ما بحكي تونسي. السبب الثاني أنا ليش شو كان اوكي نسيت. اوكي ليش ما عندي اي شيء، بس بستنى تحديث الفالنتاين امتى يلا يجي لحتى اخذ هذيك الشاشة اللي تقدر تحط فيها اشياء اوميجا روت. بدي يرجع بسبتمبر، ما بعرف اذا سبتمبر او اشي ثاني، نسيت امتى عيد الحب. but anyway كذا بكون. وكمان السبب الثالث اللي ما كنت حاطه ببالي اني رح احطه واللي هو نسيته. اوكي بعرف انه اغلبكم بدي يشوف شو بدي تطلع بالبيضة، خليني اشوف. اوكي هي مش سامح لي اني اخذ المشاهدة الاخيرة فرح ادفع، مش مشكلة، مجرد 6 جواهر نشوف اللي بيطلع بس شي مميز. يوي كثير كيوت. اوكي بس يا ربي بيطلع عم يترك اشي وراه. وين ويت خلينا نشوف هنا. وليش ما يترك اشي وراه؟ ليش كذا يا حيوان؟ ليش هذا اكثر واحد مميز، فليش ما عم يترك اشي وراه؟ anyway مش مشكلة. اوكي اذا وصلتوا هذا الفيديو ل 15 لايك قبل لا يجي يوم الثلاثاء، اوكي نحن بأي يوم؟ اوكي بهذا اليوم ويوم بكرة طبعا الاثنين. اوكي اذا وصلتوا قبل لا يجي يوم الثلاثاء راح انزل فيديو اني احكي يوم كامل بلغتي الام واللي هي اللغة التونسية. اوكي راح اعطيكم لمحة عنها.
عشان بس إني أكمل هذول الثلاثة بس. أوكي، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. بحبكم برشا، وباي.